رئيس اليدويه وعزلوا البرلمان وما بغاش يجي البرلمان باش يعطي حساب. علاش؟ ثانيا تعرف ان الاخوان المغاربه في هولندا عندهم مشاكل الان بين الحكومه الهولنديه تقول لا كان واحد عنده تقاعد في المغرب ومات ما عندوش الحق مرته تاخذ ذاك فيها التعويضات اللي يعطوه كل اولادهم. والاخوان ديال هولندا عندهم مشاكل كبيره والحكومه المغربيه نعرفها. علاش؟ لا على حال انا راه يمكن كاين شي سؤال. نعم نجاوب على هذا السؤال الاخ ولا انا نبغي حنا ناكد لكم القضيه ان هناك عنايه خاصه من طرف صاحب الجلاله بالجاليه المهجر. وهذا الشيء اللي كتشوفوا ديال المراكز الاسلاميه وديال التطوير والاداء ديال الجاليه بحال التوجيهات ديال الجلاله الثمانين، وهناك حرص كبير من طرف الحكومه على ان نقوم بواجبنا وان ندافع عنها. وكان لما وصلنا هذا الملف ديال الجاليه في هولندا بحال تحركنا ويبدو انه الحوار جاري باش فعلا ان ندافع عن مصالحنا. كتعرفوا بانه اي دوله عندها قوانين، انت كتكون عندك قوانين كتحاول تقلب كيفاش تطلقها باش يكون ما يسبب التعاون بالمثل. فاحنا كنحرصوا باش هذه القضيه ان شاء الله نجتهدوا فيها. فيما يتعلق باداء الحساب بغيت نقول لكم اطمئنوا. اليوم ما عرفتش متبعين النقاش اللي كاين في البرلمان، ما عاد ممكنا شي فرنك تصرف دون ما نعرفوا وين كتصرف. مابقاش انتهى. وخا نبغيو حنا في الحكومه، وخا نبغيو حنا، وخا يبغي البرلمان يسكت وسير سكت الشعب المغربي. صافي انتهى ذاك الوقت اللي الفلوس ديالنا ما كناش كنعرفوا كيف كنمشي. هذاك الوقت اللي واخد شي بريمه ما معروفش، واللي عنده شي مقلع كرمه ما معروفش، واللي عنده شي منحه مع شي وزاره ما معروفش، واللي كياخذ منحه في الطلبه ما معروفش. انتهى. اليوم كاين دستور جديد، كاين منطق جديد. هذا اموال مال الامه المال العام يجب ان نتصرف فيه بما يرضي الله وفق القانون. هذا هو التوجه. وبالتالي نقول لكم اي مجلس اي مؤسسه تجي ولا ما تجيش كاين مجلس اعلى للحسابات. هذا هو كيبقى لك. عطينا سيدي نصرف فيه الفلوس. اليوم مطلوب انا كرئيس مجلس البلديه ديال قنيطره كنعطي الفلوس لواحد الجمعيه كنعاونها، عندي الحق ومطلوب نمشي نسول الجمعيه فين صرفت هذه الفلوس وتعطيني التفاصيل ديال صرف ذلك المال. والان كنشتغلوا باش نخرجوا قانون ديال الجمعيات اللي كيوضح المسؤوليات. كنشتغلوا باش نخرجوا قانون ديال النقابات اللي كيوضح المسؤوليات. اطمئنوا حنا ماشيين في هذا الاتجاه. غادي نربحوا 100% ولا 90%، نطلبوا الله يربحوا 100% هذا الشيء. حيت الاصلاح عاوتاني قضيه ماشي سهله. ولو كنت تبنيو عقد المركز شحال ديال الثمن؟ ما كتدبروا على البسيط. ما في بدا ايوا دابا عقد المركز 2003 حنا جينا عام واحد قالوا لنا ما درتش والو. دابا لا مركز مع ذلك درنا خير كبير ان شاء الله نذكر. فان شاء الله بغيت نقول للاخوان ديالي والاخوات انه وحتى السفارات تا هما اي فلوس تعطات لنا وكيديو الحساب. ولكن يمكن ياكد لكم الاستاذ نائب السيده السفيره اللي حضر معنا. الان انتهى الان اليوم حتى في المطلوقات الموضوعيه فيسبوك كاين تيحاول فين كتاكل وفين كتمشي وفاش كتركب شنو كدير فين غادي كل شيء ولا القضيه. واصبح تعرفوا الدستور الجديد من التغييرات اللي ما بقاش كاين كل مسؤول على البرلمان. من حق مجموعه من المواطنين ان يسالوا الحكومه له، ومن حقهم يديروا دعوات في المحكمه اذا كان لهم شي حاجه ما مقداش. كاين تحول في الامه،
كاين الان ثقافه الحقوق والواجبات الان تنهض في الامه، كاين ثقافه الالتزام تنهض في الامه، وهذا ان شاء الله نطلب الله نطلب الله داك الشيء يبقى بين الاعتدال تكلمتوا عليه، حيت شحال من الاخوان ديالنا لما وقعت التحولات في الامه العربيه تم يغيروا كل شيء مشاو المعارض الفنيه ويدرسوها، مشاو للسينما وغادي يدرسوها، مشاو للجوع ويولوا ائمه بزز. لا كل حاجه عندها ضوابط وعندها قوانين وعندها اعراف يجب ان تحترم. فان شاء الله حنا كنجتهدوا في الدين. طيب كل عام في سؤال اخر. بارك الله فيك معالي الوزير. الحاج محمد سماعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. يعني كنشكرك على الزياره ديالك ان شاء الله ونذكر المرات عديده ان شاء الله يكون فيها فائده كبيره كثيره. السؤال ديالي ما عرفت انا نقدر نوجهه لك ولا غادي تسمعوا وتوصلوا للبرلمان. القصه ديالها هي كلنا كنعانيو منها تقريبا كلنا، هي حنا مشاكل في البنك الشعبي. البنك الشعبي كل واحد فينا كيدفع واحد الرصيد مقابل يرجع الجلطه او الى حصلت مع مشكله في الارض. الان اللي كيشوفها وكيرجع من المغرب كيدفعوا له واحد المبلغ اللي هو يقرب على 40,000 دولار، بينما اللي كيشوفها وكيتدفن هنا كيتدفع المبلغ 20,000 دولار وكيطلبوا منه هو او من اهله يدفعوا ليه 5,000 دولار، فهذا كيضر. المفروض اننا نتساووا مع الاخوان ديالنا او الفلوس الفرق يرفعوهم لنا. هذا سؤال بكل صراحه يجب ان يكون في كذا. قضيه اخرى، انا سافرت بسياره باسم ديال بنتي وتخسرت فيها سياره اخرى، فلما اتصلت بالبنك الشعبي ذكرني نهائيا وقال لي ان السياره مش تسجل باسم ديالك، بينما انا اللي مؤمن، انا اللي مؤمن على نفسي وعلى ولادي. كانوا جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. نقدروا نزيدوا شي اسئله، نزيدوا واحد الاسئله عندي الان مداخلتين لا وقت. عندي مداخله. الحاج محمد همس. اولا نقدم بشيء نعتذر ان شاء الله على هذا التاخير، لان عندنا لقاء سيبدا الساعه 8 من المفروض مع رؤساء الجمعيات في الطرف الاول، فالمفروض ان شاء الله تعالى لان فيه العشاء بعد ذلك ويأخذ كذلك وقت، ومعالي الوزير كذلك من الساعه 4 صباحا والله اعلم وهو خارج من البيت ان شاء الله في الساعه، فالمفروض تقصير ان شاء الله. الحاج احمد همس. بسم الله. بسم الله. هو عندنا لقاء غدا ان شاء الله والمجال للاسئله وللاستفسارات. المختار عندك سؤال مكتوب لكن له اسئله الان كثيره. الحاج في النص والحاج محمد. بكره عندنا الاسئله بكره ان شاء الله والاختصار جزاكم الله